ليه بقى؟ لان ميار عندها خوف مزمن من زمان، ودي ميار بتمثلنا كلنا وعزت بيمثلنا كلنا، فاحنا واخدين بس ايه السب تايتلز بتاعهم. ميار عندها خوف مزمن لان هي كانت عايشه طفوله مضطربه بالنسبه للعلاقات اللي احنا كنا بنتكلم عنها. باباها ومامتها كانوا بيخوفوها من الناس، فبالتالي ميار ما كانتش حاسه بامان خالص، وكان عندها اضطراب وقلق غير عادي من اي شخصيه تكون مرتاحه معاها. بالنسبة بقى لعزت، عزت متجمد في مكانه، واخد شخصية مامته هي المسيطرة عليه، وهو بيحبها بس هي بتخاف عليه وقلقانة برضه عليه. وغير كده عزت واخد شخصية مامته، فبالتالي بيدور على حد زي مامته بالظبط، فلقى ميار شبه مامته، فبالتالي هو متشبث فيها وبعد عنها. طب لما هي شبه مامتك اتمسك بيها، ليه بعدت؟ الاتنين شدتهم الاضطرابات والقلق الداخلي الخاص بكل ميار وعزت، فبالتالي هم اتجمعوا في نقطة واحدة هي الخوف والقلق. طيب بعد ما هم اتجمعوا في نقطة واحدة من الخوف والقلق، قرروا يبعدوا ليه؟ تعالوا بقى نقول لكم على الأسباب. ليه بعد ما لقوا الراحة والأمان مع بعضهم خافوا قرروا يبعدوا عن بعض تماما؟ لأن الحب والأمان والراحة بالنسبة لهم ده مصدر قلق، حاجة غير مألوفة بالنسبة لهم. ده حاجة لا لا لا، أنا بالنسبة لي الراحة لا، ده مصدر قلق بالنسبة لي. أما التعب والعذاب ده بالنسبة لي ده اللي أنا متعودة عليه، وده اللي أنا عايشة فيه طول عمري بالنسبة لميار وعزت. لأن الحرية والحب والأمان بيخليهم مسؤولين عن حياتهم، بيخليهم ملتزمين زي ما قلت في البوينت الأولى عن حياة ناس تانية. تاني حاجة، لأن الحرية هتخليهم مسؤولين عن حياتهم، وده هيسحب منهم دور الضحية اللي هم عايشين فيه. وطبعا كلنا ايه حلوين قوي وكويسين جدا في ان احنا نطلع بدور الضحية. تالت حاجة، لأنهم اتربوا على التأنيب والذنب وتأنيب الضمير على طول، فبالتالي هم لو عاشوا يوم حلو كده يقولوا ايه ده يا رب، ده أكيد كارثة هتحصل. ايه ده يا رب، ده احنا لو خرجنا خروجة مع الناس اللي بنحبهم هو ليه لا لازم أنكد عليه. هم عايشين على التأنيب والإحساس بالذنب طول حياتهم، فبالتالي الحب والأمان ده مصدر قلق كبير بالنسبة لهم.